كل سنه وحضراتكم طيبين. مش هقول شرفتونا، لا انتوا اصحاب المكان، شرفتوا المكان والمكان اللي اتشرف بكم. كلنا بنرحب بالدكتور عوض اللي شرفنا النهارده، لان ده مكانه وده بيته وكلنا بنستقبله هنا، وانتوا اصحاب المكان كلنا بنستقبل الدكتور عوض، له منا كل التحيه والتقدير. طبعا برحب بكل الساده الحضور، يعني انتوا النهارده في بيتكم زي ما الاستاذ محمود قال. بنرحب طبعا بدكتور عوض، وهي زياره اخوه ومحبه، واحنا طبعا نشيله على راسنا من فوق في اي وقت، هي بلده وينورنا دايما، واحنا ان شاء الله يعني هنسمعه وكل واحد طبعا حر في اختياره والكلام ده، ولكن النهارده هي جلسه يعني لمعرفه الدكتور عوض اذا كان حد، طبعا رغم ان هو غني عن التعريف، واحنا بنشكره يعني على تلبيه الدعوه ومشرفنا النهارده. شكرا. احنا النهارده مبسوطين كلنا ان الدكتور عوض في وسطنا، عشان احنا عارفين اساسا هو مين الدكتور عوض. لا، احنا مع الدكتور عوض ومع اولاد بلدنا ومع اي حد نافع وصالح لفيه المنفعه للناس كلها. رمز للشباب الناجح، ورمز للشباب الطموح، ورمز للشباب اللي فيه صالح للبلاد ونفسه يعمل اي حاجه للبلد، بس مستنظر الفرصه. وانا اتكلم عن نفسي، انا دعمت الدكتور عوض الفتره اللي فاتت، ودعمته في 2020 بناء على اشياء كثيره، اولها ان انا شايف ان هو شبهي. يعني انا لما انتخب واحد يبقى مكاني في المجلس، ابقى مطمن وحاسس ان انا اللي موجود. فالراجل راجل مثقف، راجل ذو خلق، ذو علم، راجل في مكانه عاليه، فما فيش عندي حاجات تخليني ما انتخبوش. وبعدين انا من النوع شخصيا بتعامل مع الامور دي، انا دايما براهن على الحصان الكسبان. ما فيش يعني معنى كده ان الدوره اللي فاتت لما الدايره كلها تشيل الدكتور عوض على كتافها، وانا كنت واحد من الناس ديت اكتر الناس دعمته في الوقت اللي فات، فهظل على موقفي بنفس الكلام، لان الدكتور عوض يستاهل مني كده كصديق واخ عزيز ليا. مش بس عشان كده، لا، عشان هو عنده صفات تؤهله ان هو يكون مكاني. فبالتالي انا بعلن دعم ليه من المكان ده، من بلده الثاني ابو تشيشه، ودون التقليل من اي حد تاني، بس هو بالنسبه لي هو عارف كده شخصيا، وانا بعلن كده قدام اخواتي واهل بلدي ان الدكتور عوض مكاني. يعني انا برحب بيه للمره الثانيه، واهلا بك يا دكتور عوض، وان شاء الله دعمنا كل الناس الموجوده، وطبعا كلكم مش محتاجين ترحيب علشان كل واحد قاعد في بيت، ان كل البلد بيوتهم لاهلها. اولا انا اول مره اشرف بالدكتور عوض عن قرب، وسمعت عنه كتير جدا جدا جدا، يعني لدرجه ان انا تمنيت ان انا يكون هو مكاني زي ما الباشمهندس محمد قال في المجلس، اخلاقا وعلما وادبا واجتهادا ونجاحا. ودي صفات كفيله انها تكون سبب لنجاح اي حد في بلد مهما كانت المشاكل اللي فيه. فالدكتور عوض من الناس اللي بتكافح عشان توصل لهدف مش ليه هو، لا، لهدف لكل الناس اللي حواليه، سواء من الاهل، من الاقارب، من الاحباب، من الصحاب، كل الناس بدون استثناء. دكتور عوض سمعنا عنه كتير جدا جدا جدا، يمكن في الفتره الاولى من الانتخابات اللي فاتت ما كانش له نصيب انه يوصل للمرحله اللي يحقق فيها امنياته واحلامه واحلام ناس وشعبه، لكن ان شاء الله وبعون ربنا الفتره اللي جايه تكون ليك مقعد في المجلس، تمثلنا وتمثل كل الناس اللي بتحبك واللي بتثق فيك وبتثق في قدراتك العلميه والادبيه والخلقيه. ودي عندي رقم واحد، الاحترام والخلق هم كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فدايما رقم واحد عندنا الخلق، وانت ما شاء الله لا تحسن على خلقك، ربنا يبارك لك ويوفقك، ومعاك ان شاء الله قلبا وقالبا. الدكتور عوض بنأيده وبنقول له سير على بركه الله واحنا وراك، وانا باخد كلمه من كلمه الدكتور عوض، الامل مش واجب، الامل قرار، فاحنا ناخد القرار ان شاء الله، ونامل ان احنا نشوف التغيير، ونشوف ناس على مستوى كويس تمثلنا في البرلمان، لان طبعا البرلمان مش كلام وخلاص وطلبات، يعني في تشريعات، في اقتراحات قوانين، في طلبات احاطه، في محاسبه مسؤولين، في مراجعه موازنه عامه، في حاجات لسه لازم يكون حد مثقف وحد واعي زي الدكتور عوض وزي الشباب المثقف يعرف يطالب بحقنا ويعرف يتكلم بحقنا. وبلدنا معروف طبعا ان هي بتاعت سياسه قبل كده، يعني مش ما بتجدش عليها الموضوع ده، احنا عارفين تمثلنا قبل كده بمرتين في مجلس الشعب، وبنعرف نختار الناس الكويسه تمثلنا. بشكر جميعا وبشكر الدكتور عوض. فاهم، عارف المتطلبات قبل ما يكون هو عايز ايه. استاذن حضرتك نسمع الناس الصوت عشان لما الدكتور، لكن هي بس مجرد الفكره تكبر، لان انا ادي بيك مثال، بلاش المنطقه اللي حضرتك جاي منها عشان ده مش مكان مش كويس، لا بالعكس ده طموح. انا اتمنى من الله ان يكون الامثله فيه يضرب بيك المثل في كل مكان. من الدوره اللي فاتت ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. طبعا هو من الدوره اللي فاتت وانا صوتي مع الدكتور عوض ابو النجا، لان انا شفته شبهي، نائب شريف قادر يعبر عني، قادر يقف في مجلس النواب يطالب بحقي، يطالب بصوتي.
راجل متعلم، فعشان كده هو بالنسبه لي رقم واحد، وصوتي طبعا ليه ودعم اسرتي وعائلتي واهل بلدي كلهم هدعوهم ان هم ينتخبوا دكتور عوض ابو النجا. انا وبيتي وكل يعني انا هدعو ليه، انا هتكلم عن لساني. تمام. ده في حد ذاته شخص بيمثلني انا شخصيا. محترمه وكلنا ان شاء الله نكون خير ورزق. دكتور عوض من الناس المحترمه واحنا ان شاء الله وراه على طول. اولا الادب واحترامه والاخلاق وتعليمه، وان شاء الله ربنا يوفقه، وان شاء الله كلنا واقفين وراه وفي ظهره، ربنا يسهل حاله. دكتور عوض. دكتور عوض النجا شخص طموح وذو خلق ورمز للنجاح. عوض ابو النجا كان في 2020 كنت انا لسه عيل صغير، ما كانش ليا صوت يعني، بس انا كان والدي حاجه سنين كان يقعد يقول لنا الدكتور عوض ده انسان محترم، فان شاء الله صوتي مع الدكتور. طبعا الدكتور عوض بيمتلك السمعه والسيره الذاتيه كويسه والخبره والكفاءه. طبعا انا كشاب لسه طبعا متخرج وطالع، طبعا اتعلم من نجاحات الدكتور عوض طبعا مقدمين مش كانوا، وطبعا الدكتور عوض ذو علم واخلاق على مستوى احنا نتعلم منه، نشرف بحضرتك طبعا. عوض بالنسبه لنا رقم واحد لانه يتمتع بحب الناس وراجل بسيط ومتواجد معانا ان شاء الله. زي ما انا قلت قبل كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال انزلوا الناس منازلهم، فمش معنى ان في بنك مثلا في حارس او غفير واقف قدام منه شاطر وكويس وشاف شغله ان انا اقول له خش دير البنك. لا، كل واحد له شغله وله معاملات. ما ينفعش اقول لحكيمه قوم اعملي عمليه، ما هي واقفه بكل العمليات وبتشوف، بس ما ينفعش. لازم اللي يمثلني او اللي يمثل اهلي او اللي يمثل نفسي يكون انسان في موضع. دكتور عوض بالنسبه لنا يعني اخ كبير وسل الاحترام للتربيه ونموذج مشرف لينا، يعني احنا ما صدقنا ان احنا لقينا اخ بيمثلنا وحال اللي فيه، يعني ربنا يجعله ان شاء الله. دكتور عوض ابو النجا راجل على موعدنا وراجل شرفنا. دكتور عوض راجل محترم ويكفي ان هو راجل مؤدب، وتلاقي في كل بلد الشباب اللي بتحبه كلهم ناس مثقفين وكل الناس بتحبه، وربنا يوفقه وان شاء الله يعدي من اول مره. دكتور عوض ابو النجا عشان عوض ابو النجا، مش انا الواحد اللي اختار الدكتور عوض. اي شباب مثقف، اي شباب واعي، اي شباب عنده طموح لبكره يختار الدكتور عوض. انا بدعي كل الشباب وكل المثقفين يلتفوا حول الدكتور عوض وينخبوه ايدوه. عوض مقالته الشخصيه توسم في الخير وتوسم فيه ان هو يكون يعني خير من يمثلنا في المكان ده، ان شاء الله ربنا يوفقه. طبعا ان شاء الله كل الدعم والتوفيق للدكتور عوض ابو النجا، وبالاتصال عن نفسي وعن عائلتي ان شاء الله كل الدعم للدكتور عوض وموفق ان شاء الله. يعني الجيل الجديد يظهر للنور، ولو في نصيب هيبقى جنب حد حبيبي كمان يعني. طبعا كل الدعم ليه، لان هو مش عاوز اقول شبهي، وعايز اقول هو محمد عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق هو الدكتور عوض. فاحنا يعني انا يعني مبسوط بيه بالفئه اللي هو موجود فيها، فئه الناس الفاهمه، فئه الناس المتعلمه، فئه الناس اللي لها رتبه في الدوله. يعني انا معلش انا لما اجي اخترته علشان الراجل ده يعني واصل لرتبه معينه في الدوله، انا ابقى مرتاح وهو موجود، وعلمه ودخوله في الاقتصاد والامور كلها لها تاثير في الدوله وفي يعني مستقبل الدوله بالكامل، مش مستقبل ابو شيشه بس ولا مستقبل الدايره بتاعتنا بس. الدكتور عوض في كلمه بسيطه، اهل للثقه. انا واثق ان هو ممكن يبقى مكانه ويمثلني بشكل صحيح، بناء على معطياته، الاخلاق، الادب، الدين، الحاجات اللي تاهلني انا ان انا اوصل لمجلس الشعب موجوده فيه. فاذا هو بديلي وكل ثقه. في حد فينا في الدنيا محتاج شروط، لو لقاه في صحبه وفي اهل بيته يعيش معاهم اطول فتره في الدنيا. امانه، ثقافه اجتماعيه، ثقافه سياسيه، ثقافه قانونيه، حب الناس، اخلاق الكل بيشهد لها. اخترت عوض ابو النجا عشان والله العظيم في كل الصفات دي، والله في كل الصفات دي، وعن جداره بامانه. حبيبي هو يستاهل كل خير وربنا يكرمه ويوفقه. سيادة المواطن استعد تكمل بجد، والحمل لو يتقل عليك ارميه عليا، مدد ايديا وجنبك وكمل دوامك، وعارفك من العشرة انك قد المسؤولية.